بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة للشاعر أحمد محمد باقديم. أقول فيها: يا البيت ذي تكرم الضيفان غرسك أصيل، وفي الخواطر لك التقدير والاحترام. يا البيت ذي تكرم الضيفان غرسك أصيل، وفي الخواطر لك التقدير والاحترام. سلام لك عدم القنفان تهمل هميل، تسكب مطرها وبارقها سراج الظلام. من غيث ممدود من منوه يلمى السحيل، في حوطة أحمد وعالصفرة مدينة شبام. ويا هايسي لا سمعت الدندنة لا تميل، ولا تغمض تقول الناس قدهم نيام. سابر صحابك وعبر ليل غربة طويل، معذب المغترب بين السهر والدوام. لا نهار نهار في جده ولا الليل ليل، ومرارة البعد سكين الجسد والعظام. لا النهار نهار في جده ولا الليل ليل، ومرارة البعد سكين الجسد والعظام. جسمه وجثته وسط الكندرة والسبيل، والقلب حوم على اللودي وروس الدقام. هو من بطيء من خلوفة عاد ما بغى الرحيل، لكن له الحمد ع مجرى القضاء والحكام. سخر لنا لقمة العيشة وفضله جزيل، ونور الكون بمحمد عليه السلام. اللهم صل عليه. سخر لنا لقمة العيشة وفضله جزيل، ونور الكون بمحمد عليه السلام. لا ضاق حالك طلع في باص حتى دويل، تيار للبيت ذي فوقه تحوم الحمام. طير همومك وغمك وارمهم في الغسيل، لرفعت يديك بين الركن هو المقام. وقدك منعم ومتعافي قناع بالقليل، وتوسل الزاد ذي منه يتم التمام. معاد شي زين في الدنيا ولا شي جميل، ننظر ونسمع بكل محزن يغرم غرام. وريت ذا رمح والله مراشخه بالصميل، بنقول أهون من الحسبة خفيفة زكام. ذا دم طير من العربان يصبح يسيل، بتقول وادي تملكه البرد والجهام. بتقول وادي تملكه البرد والجهام. ومشردين الحروب الطاحنة في زويل، حتى تحت خيمة وحد على الجول ما معه خيام. ويا خاب خب واندقع من كل شاطئ ونيل، تعبوا المساكين بالخبة وهذا حرام. وفقدت كم من مخور ذي شل الثقيل، ما باقي إلا لوينه والمحص والخطام. والعاد صالي شطل الصالية والنزيل، يشوفها ايش تعمل بالمكان في اليتام. تطحن لهم حب سوس بالمصاري تكيل، ومنها رجقات صه ماشي عليا ملام. والأمر ذي فيه قهر اليتم لو في النخيل، تحرم ثماره وتضوي بالكرب والقصام. يا أهل القلوب السلية واشلوني وشيل، من البغية اعطوني 15 قرام. بغيت خرفي مصلح شغل حيد الجزيل، بل حنبه الكسر دور من بطيع اللحام. والسلام عليكم ورحمة الله.